الأخيرة قلقتهم سيو اليوم نعاونوهم. ضيفتنا اليوم غير عادية، في وضع غير عادي وفي قطاع غير عادي. ضيفتنا اليوم عاش في الأيام الأخيرة توتر رهيب في القطاع ديالها. نسعد ونتشرف باستضافة وزير التربية السيدة نورية بن غبريط. أهلا بك سيدتي. شكرا وشكرا على الاستضافة. لماذا عدم الاستقرار اللي صار في وزارة التربية مؤخرا؟ الشيء اللي لاحظناه في المرحلة التالية مع فئة تاع المتعاقدين، أنا نقول باللي الوزارة التربية الوطنية وكل الحكومة ككل سيرت هذا الملف بكل حكمة، وحاولنا باش نقنعوا هذه الفئة، وانا تلاقيتهم شخصيا 3 مرات وبعثت في بودواو 3 خطرات كذلك اون ديليغاسيون. بن غبريط راهي تسنى في بلال يسقسيها على البرنامج، مي بلال راهو مجد لها حاجه وحده اخرى خلاص. دونك راه عندنا عدد تقريبا 1,000,000 اللي راه مسجل، وراه عندنا تقريبا 35,000 متعاقد مسجل. نعم. قليل جدا. سيدة الوزيرة، في هذا الوقت هذا وزير التربية كانت هنا في الجزائر؟ نعم. كنت هنا؟ نظن كاين تقرير وجدناه في قاعة الأخبار، نشوفوا التقرير هذا على سيدة الوزيرة. هي نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية. منذ حصولها على أحد أصعب الحقائب الوزارية صنعت الحدث بخرجاتها وتصريحاتها الإعلامية. كيف استطاعت ترويض نقابات القطاع؟ أي امتيازات منحتها لهم من أجل سكوت؟ بن غبريط التي تقضي قرابة 4 أيام من الأسبوع بعاصمة الجن والملائكة باريس لها شبكة علاقات كبيرة هناك. عدسات الباباراتزي رصدتها أكثر من مرة وهي في أفخم محلات شوبينج بباريس. يقال أنها تصرف ما يعادل 10,000 يورو شهريا على أناقتها فقط. دخلت في صدام وصراع مع هدى فرعون زميلتها في الحكومة حول من تفوز بلقب الوزيرة الأكثر أناقة. لا تخفي علاقتها بكبار جنرالات المؤسسة العسكرية، فشلت في كل المهام التي على. دخلت في صدام وصراع مع هدى فرعون زميلتها في الحكومة حول من تفوز بلقب الوزيرة الأكثر أناقة. لا تخفي علاقتها بكبار جنرالات المؤسسة العسكرية، فشلت في كل المهام التي أوكلت إليها. فهل بن غبريط جاءت لدق آخر نعش في صندوق قطاع التربية أم أن لها كلام آخر؟ هي اللي في باريس ماشي بزاف. شكون انا؟ انا ما عندي الوقت باش نروح حتى لوهران، ما عنديش الوقت باش نمشي. هي المسكن ديالك في وهران؟ انا المسكن ديالي في وهران دائما، وعندي غير واحد. عندي غير واحد وهو في وهران، واللي شافني ودا التصويره ديالي ولا عنده لو بي دافيون تاعي يتقدم. انا ما عندي وقت اولا، وانا نتكلم بكل شفافيه باسكو ما عندي حتى حاجه ما نخبيها. معروفه سيده بن غبريط بالاناقه ديالها، يقولوا راح تشري حوايج من باريس. لا هادو كذوب، ما نقولش حتى اشاعات، لا هادو كذوب. بن غبريط راهي حايره منين طاحت عليها هاد البليه. صباح اليوم الاشاعه هي اللي اخذت مكانه الاعلام. ما تشوفيش بلي 10,000 اورو في الزمن تاع شوف نشروهم لبسه ماشي بزاف شويه؟ منين جاتهم 10؟ انا ما عنديش. يقولوا بلي انت شريتي ب 10,000 اورو. مي شكون اللي قال وين شافوني ولا ما عنديش؟ شكون اللي قال وين شافوني ولا ما عنديش؟ لا غير بصفه يعني باش نتفاهموا مليح في هذا الميدان. اولا في دنيتي ما كان عندي 10,000 اورو باش كانوا 9,000. لا 9,000 ولا 10,000. انا موظفه، انا باحثه واستاذه باحثه، والاجره تاع الاستاذه باحثه معروف، ما تقدر تغير ولا حتى تعمل لو شونج كما راهم يعملوا دركا لو شونج باراليل، سي امبوسيبل. ما رحتيش للسكوار كاع سيده الوزيره، لانه المعلومات يقولوا بلي صرفتيهم في السكوار 10,000. با دو تو انا نتحدي اللي شافني واللي راه عنده البرهان في هذا الميدان. اصبحت اليوم يعني في كل الميادين، ماهوش فقط الشيء اللي شفتوا اليوم. واحد عنده كاميرا يخلق يعني الحدث بالكذوب، هذا الشيء سهل على كل حال. معليش، والعلاقه بالجنرالات
قولوا هما اللي يحطوا الوزيره. واش وليتي وزيره؟ ما نعرف حتى واحد. ما مسي بوعلم. تسمح لي راه دخل فيها بوعلام، ربي يجيب الخير. تتبان لكم حاجه سهله باسكو انت عايش في العاصمه وتعرف كامل هاد الشخصيات. انا كنت عايشه في وهران، حقيقه كنت مديره مركز وطني للبحث في الانثروبولوجيا، ولما تكون في هذا المنصب، هو منصب عالي وليس وظيفه، كمدير مركز ما عندكش الوقت باش تعمل شبكه العلاقات. والان في القطاع التربيه من الصباح حتى العشيه كي ما نكونش في الميدان راني في الخدمه. عليه السيده الوزيره، جنرالات ما عندكش علاقه معهم، شونزيليزي ما رحتيش ب 10000 اورو، ضربت 8000 ب 7000، باريس ما قضيتيش 4 ايام فيها. المشكل اللي عندك مع هدى فراول حول الاناقه؟ انا هي زميله، وكانت زميله قبل ما رحنا اليوم في الحكومه، كانت حتى هي مديره في لاجونس تاع لا تكنولوجي في البحث العلمي، كنا مع بعضنا بعض. فيها راه حيخلق نوريه بن غبريت. هذه معروفه. ما مشكل. معليش هذا كلام نقدروا نقولوا. ما رحناش في المنافسه، لا ما طيحناش المستوى حتى لذاك الشيء باش تقول باللي الشيء اللي راه مهم في الحكومه هي المنافسه على الاناقه. نو احسن. هي كي انا ربما انت ب 10000 اورو هي تقدر تكون ب 15000 اورو في شونزيليزي. هذا شوف، انا نظن باللي المجتمع الجزائري ما راه محتاج هذا النوع من المعلومات. هل تظن انك حتقعدي في الحكومه؟ مانيش عارفه، ونظن باللي هذه ماشي هام. نتوقع انه اذا ما قعدتيش في الحكومه راح تروحي للفيلا ديالك اللي موجوده في مدينه نونت الفرنسيه. Non, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai ça. Mais une villa avec piscine. أنا؟ لا. شو هذا فريمون نظن باللي رحنا في ماشي العاد. سيدة الوزيرة معليش، في فرنسا ما حبيتيش ديكلاري. أنا في الجزائر شحال عندك الفيلا؟ عندي وحدة. فيلا وحدة؟ وماشي غير أنا. نعم. سي مسيو مدام. ما عندي حتى اموال خارج هذه يعني هذا السكن اللي عندي. عندنا صور وعندنا وثائق تثبت انك عندك ان كونت في ما يعرف بفضيحه الباهاماس بايبرز، هذه اللي جات مول بنما بايبرز. لا شو تسمح لي، انا شو ما انا موظفه سيده الوزيره بسيطه في هذا الميدان. في الباهاماس بايبرز. لا ايوا وفيك اون فيلا في باريس. راك تسمناها لي، نظن راك تسمنا باش تكون عندي هذاك الصوالح. انا نتمناها لروحي ثاني. بحث انا نتمناها لروحي، ولكن الواقع ما كانش يختلف. في الواقع ما كان والو. انا ما عنديش. واحد انا ما عنديش. هل الحقيقه انه الجزائر تستورد كتب من تل ابيب؟ ما كانش كتب من تل ابيب. ما عندنا حتى علاقه في تل ابيب. واحد انا ما عنديش. هل الحقيقه انه الجزائر تستورد كتب من تل ابيب؟ ما كانش كتب من تل ابيب. ما عندنا حتى علاقه في تل ابيب، في الميدان التربوي. علاش انت عندك معلومه في هذا الميدان؟ يقولوا الوثائق يقولوا كذلك المعلومات. للاسف الجزائر مبنيه على سمعت قالوا لي. اعطينا البرهان. فلا تسمح لي، انا الطريقه اللي نستعملها هي الطريقه العلميه، والمنهج اللي نستعملو وهو مبني على البرهان. اذا واحد ما عندوش البرهان، البرهان رانا محطينه رانا مخبيينه. لا وما حبيناش نجبدوه لك دوك، بصح نجبدوه. لا غير تصور في جونزيليزي. لا جبدهم. علي سيدة الوزيرة، سؤال اخر بقى. كان الوزير بن بوزيد وبعده الوزير بابا احمد. ما شوف دوك يقول الوزير هذه ما عندها لا فيلا في باري، لا شركه في الباهاماس بايبرز في الباهاماس، يعني ما نجبد اسماء في الباهاماس بايبرز، لا علاقات مع الجنرالات. لا يستغرب المشاهد الكريم.
استغربت كاين بزاف الافكار مسبقه على كل حال، وشكون اللي جسد هذه الافكار المسبقه؟ انا نظن لعبتوا دور كبير جدا انتم رجال ونساء الصحافه باش تركزوا باش تركزوا الافكار باللي كل واحد اللي راه في الحكم هو انسان يعني خوان، هو انسان اللي ما عنده حتى كفاءه. يعني هذه الصوره ديال السلطه معليش ما نتهموش يعني الاعلام. لا مانيش نتهم غادي نقول باللي شاركتوا في بناء صوره ديال الرضاءه، صوره تاع خيانه تاع كل لا يا سيده الوزيره لا يا سيده الوزيره احنا ما قلنا لا بصح انا ما جيتش على هذا لا ولكن هذا داخل معليش هذا ما داخلش باسكو المجتمع يا سيدي رديتنا كيما هذوك لي زيميسيون. لا ما يا سيدي الوزير عندك سيدي الوزير هناك عاجل سيدي الوزير نشوفوا واش كاين. لا بوتفليقه يقرر اجراء تعديل حكومي. يشار لي في الاستوديو انه السيده الوزيره انهاء مهام نوريه بالغبريت تعيينها وزير التضامن. ربما شافك حنينه بزاف. راح الغالي انهاء مهام نوريه بالغبريت تعيينها وزير التضامن. ربما شافك حنينه بزاف. راح الغالي والدغرام معاه. شكون؟ لو كان جيت حنينه، لو كان ما الحنانه انا هذه شهاده لي حنينه. انا نفرق ما بين الحنانه الطريقه اللي نستعملها ولكن رئيس يسقط 10 وزراء ونوريه بن غبريت وزير. لا شوف، في التسيير الملفات انا عندي صرامه. هل سيتم تسويه قضيه ملف ما يعرف بدور العجزه؟ لا واش راك تعمل هنايا؟ حابه نشور؟ لا ما تشور، نروح المكتب ديالي راهم يستناوني. وين تشوري يا بن غبريت؟ وين تروحي؟ مازال هذا وين بدينا. لا غادي نروح في المقر تاع وزاره التربيه الوطنيه. يشار لي انه الشيخ شمس الدين عين وزيرا للشؤون الدينيه. هذا حيكون مشكل شويه في الحكومه. الى انتم تعتبروه يعني راجل عنده خبره بوركوا با الشيخ شمس الدين، ولكن هذا على حسابكم انتم، باللي هو المعيار تاعك انت ولكن ماشي المعيار ديالي. نقدروا نشوفوا الصوره جماعيه للحكومه مع السيد رئيس الجمهوريه السيده نوريه بن غبريت وقدام الشيخ شمس الدين. وي يعني انا على بالي بلي تحبيها بزاف يعني. لا هي علاقة العمل خصك تعرف مع من نقول لك تقوم. انا ما نتفاهمش تماما الطريقة اللي هو يستعملها. هذا النوع من الحصة ما كنت قلت لي عليها على هذا المحتوى. يشار لي انه المخرج هناك عاجل اخر. هذا عاجل اخر. سيدة نورية بن غبريت لقد شاركت في الكاميرا المخفية نحن هناك. وانا راني مدة البهاماس Non, franchement, et moi j'ai préparé tous mes. Non. يا سيدة الوزيرة، على بالنا بلي راكي تحت ضغط كبير، وواحد ما يتمنى في الحكومة يكون في بلاصتك. نتمنوا لك كل التوفيق، بصح حاجة واحدة، عاوني خوتنا تاع الباك وفرحي الأمهات اللي راهم يشوفوا فيك. عمري ما طحت في فخ كما هذا، عمري ما طحت في فخ كما هذا تاع اليوم، وراكم شفتوا كنت تالمون افتجأت في هذا الميدان حتى وليت بريسك باراليزي. يعني بديت نقول غير لا نشكر يعني الانيماتور ولو فوالا ما يمكن جي بوتيتر ان بو بيردو لي بيدال في الاجوبه. نتمنى النجاح لكل التلاميذ، نجاح لكل الموظفين، وكذلك صحة رمضانكم. من خبرت يا حموك بيان دي بلوك الفيسبوك. حكمتوني مليح.